طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دعوة للتركيز على الزراعة المسكرة والمربحة في إقليم عنسبة. منتدى حول برامج الضمان الاجتماعي في الإقليم الأوسط. تنظيم ورشة عمل حول استخدام الأراضي وإدارتها في مديرية حقات. موسكو تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس وتصعد لهجتها تجاه لندن. رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي نظيرتها اليابانية في مستهل زيارتها إلى طوكيو. أمريكا تتوصل لاتفاق مع تايوان لتعزيز الاستثمارات. إلى التفاصيل. تم تقديم دعوة خلال التقييم السنوي لفرع الزراعة بإقليم عنسبة الذي عقد في مدينة ركارن يوم أمس 15 من يناير. وأفاد مسؤول قسم الزراعة والأراضي السيد جبر مسكل تولي أن البرنامج لم يتم تنفيذه على النحو المتوقع في العام الماضي لأسباب مختلفة، وأنه من المخطط القيام بذلك بشكل أكثر كثافة هذا العام. وذكر أن الهدف من البرنامج هو تحسين سبل عيش المزارعين من خلال ضمان غذاء مغذي وآمن للجميع في كل مكان، وأنه من المقرر أن يزرع 866 مزارعا بجوار السدود المختلفة أكثر من 345 هكتارا على مستوى الإقليم. وقال أنه في حين أنه كان الدخل جيدا في حمل ماله في العام 2025، إلا أنه كان منخفضا في مديرية أصمات وقلب وحبرو. واقترح المشاركون ضرورة تجهيز مخازن لبذور البطاطا المختارة وإيجاد حلول لمشكلات المبيدات والعمل على زيادة وعي المزارعين ببرامج الزراعة المسقرة والمربحة. وأضاف مسؤول الإدارة والمالية في وزارة الزراعة السيد إفريم كفلو أن التغيير يتحقق عندما يتم العمل المتكامل في الزراعة، وحث الخبراء على العمل بالتشاور مع المزارعين. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الجهات المعنية على العمل مع الخبراء لتحسين سبل عيش المجتمع من خلال الاستخدام الأمثل للسدود وقنوات الري. عقد اجتماع في الإقليم الأوسط يوم أمس 15 من يناير لمناقشة خطط العام 2026 لضمان استدامة برامج الضمان الاجتماعي وتعزيز الدعم المجتمعي. وأوضحت مسؤولة فرع العمل والرعاية الاجتماعية السيدة جمعة إبراهيم في كلمتها أنه تم بذل جهود عملية في العام 2025 لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات. وبحسب التقارير فقد تم سداد 99.6% من القروض التي تزيد عن 24.8 مليون نقفة موزعة على 1167 مواطنا على مستوى الإقليم. وتم دفع أكثر من 53.5 مليون نقفة لدعم أسر الشهداء. كما ساهم مواطنون مقيمون في الداخل والخارج بأكثر من 2 مليون نقفة كمساعدات مالية ل 86 أسرة شهيد. وبالإضافة إلى ذلك تم توزيع اللوازم المدرسية على 1729 طالبا من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني، و384 ألف نقفة للأسر التي ترعى الأطفال الأيتام. وقدمت لهم الدواب بقيمة 122,420 نقفة ل 25 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 16 امرأة. كما يتلقى 44 طفلا من أسر محتاجة تدريبا مهنيا مناسبا لأعمارهم بالتعاون مع شركة حارات للنقل العام. وقدم المشاركون آراء واقتراحات عديدة. وبعد أن أشادت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبراب بعملية تحصيل القروض على مستوى الإقليم الأوسط وتقديم دعم مالي لأسر الشهداء، ذكرت بضرورة الحفاظ على هذه الميزة وبذل الجهود للقضاء على ممارسة ختان الإناث والعادات الضارة الأخرى. نظمت ورشة عمل في مديرية حقات يوم 14 من يناير بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى السكان بشأن استخدام الأراضي وإدارتها. وحضر في ورشة العمل مسؤولون من فرع الأراضي بإقليم عنسبة وموظفي إدارة مديرية حقات والإداريون ولجنة الأرض وغيرهم من الجهات المعنية.
وحث مسؤول وحدة الأراضي السيد داوود كبراب على اتباع قانون الأراضي رقم 98-58 للعام 1994، وأوضح أنه وفقا للإعلان قانون الأراضي فإن لكل مواطن الحق في استخدام الأرض، مضيفا أنه ينبغي استخدام الأراضي بطريقة تحمي وتحترم البيئة الطبيعية. ركزت ورشة العمل على أساليب إدارة الأراضي واستخدامها وأراضي حق السكن في القرى وأساليب إدارتها، وفوائد ومساهمات حيازة الأراضي والعملية المتبعة في توزيع الأراضي الزراعية وحقوق وواجبات المواطنين في قانون الأراضي، وأهمية التسجيل العقاري والحد الأدنى لتوزيع الضرائب، بالإضافة إلى مناقشة النزاعات على الأراضي وآلية حلها بالتفصيل. وبعد تقديم شرح مفصل عن فوائد عمليات المسح العقاري والإجراءات المتبعة، دعا مسؤول خدمات التسجيل العقاري السيد غويتون ولد المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم بشكل صحيح واتباع إعلان قانون الأراضي. وذكر مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد في الختام أن ورشة العمل سترفع من مستوى الوعي العام وحث السكان على دفع ضريبة الأراضي في الوقت المحدد وتجنب الغرامات. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا محاضرة حول المواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل وآثارها لطلاب المدارس الثانوية ومساعدي التمريض والشباب العاملين بمديرية قندع بإقليم شمال البحر الأحمر. ونصح مسؤول الخدمات الطبية في فرع الصحة بالمديرية الممرض بنيام سقاهي المواطنين عموما والنساء على وجه الخصوص بتجنب مستحضرات التجميل الجافة والسائلة بعد شرح تفاصيل محتوياتها وآثارها الصحية. وذكر مسؤول فرع شبيبة الشاب صلاح الدين على أن المحاضرة التي تركز على الصحة كانت جزءا من حملة توعية الشباب، مضيفا أنها تحقق نتائج وستستمر في التكثيف. هذا وشارك أكثر من 450 طالبا وموظفا شابا في المحاضرة بحسب وكالة الأنباء الإريترية إيرنا. أفاد ممثل فرع القانون والنظام المفتش ريان دانو أنه يجرى تنفيذ أعمال رقابية جادة في الإقليم الأوسط للحد من مخالفات القوانين واللوائح التجارية في المحلات التجارية. وذكر أنه تم فرض غرامة في العام 2025 بلغ إجمالي قدرها 12.8 مليون نقف على المحلات التي تبين أنها تعاني من قصور في الأنشطة التجارية والسلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية والمباني غير القانونية وأسعار المواد الاستهلاكية والعقارات والأسواق القانونية وغير القانونية وغيرها من أنشطة تخص الأعمال التجارية. وأضاف المفتش ريان الحكومة توزع القمح المدعوم على حساب أصحاب المخابز لخبز الخبز وتوريده إلى المستهلكين، وذكر بضرورة عدم تخفيض الكمية بمقدار 80 جراما. وذكر أيضا أنه تم تغريم 170 محلا بمبلغ إجمالي قدره 128 ألف نقفة لعدم تجديد تراخيص أعمالها في الوقت المحدد لها، بالإضافة إلى تغريم أكثر من 200 محل بما يصل إلى أكثر من 600 ألف نقفة بسبب أوجه القصور مختلفة. وأوضح أن المؤسسات التي انتهكت قانون حظر استخدام الأكياس للعام 2002 وقانون حظر استخدام التبغ والسجائر للعام 2004 عوقبت بالمثل. وأخيرا قال المفتش ريان أنه تم تغريم 34 مؤسسة عثر فيها على أفلام إباحية بمبلغ 10,000 نقفة لكل منها، وإغلاقها لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين مع توجيه إنذار شديد اللهجة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسي بريطاني بعد اتهامه بالارتباط بجهاز الاستخبارات البريطاني في خطوة تعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين موسكو ولندن. وقالت الخارجية الروسية أن الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه منح مهلة مدتها أسبوعين مغادرة البلاد بعد تلقي معلومات تشير إلى تورط أحد موظفي السفارة البريطانية في أنشطة مرتبطة بالاستخبارات البريطانية. وأكدت موسكو أنها لن تتسامح مع أنشطة ضبط الاستخبارات البريطانية غير المعنيين، محذرة من رد فعل حاسم ومماثل إذا أقدمت لندن على تصعيد الموقف. وجاء في بيان الخارجية الروسية: إذا صعدت لندن الوضع فإن الجانب الروسي يستخدم ردا حازما يعكس الإجراء
البريطاني. قالت رئيسة الوزراء جوريا ميلوني أن إيطاليا واليابان تشتركان في نفس النهج الأساسي تجاه بعض التحديات العالمية الكبرى، ويمكنهم معا تقديم قيمة مضافة في فهم التحديات العالمية الكبرى. جاء ذلك في مستهل الاجتماع الثنائي مع رئيسة الوزراء اليابانية في مقر إقامة رئيسة الوزراء اليابانية الرسمي كانتي في طوكيو. وأكدت رئيسة الوزراء أن برنامج الطائرات القتالية العالمي الذي تنفذه إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بشكل مشترك لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس ليس مجرد مشروع لتعزيز الدفاع، بل هو أيضا مشروع لتعزيز الصناعة والتكنولوجيا. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين إيطاليا واليابان، حيث من المقرر أن تبحث المباحثات سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إبرام اتفاق تجاري مع الحكومة التايوانية من شأن خفض الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب من 20 إلى 15% على غرار المنتجات اليابانية والأوروبية. وينص الاتفاق في المقابل على استثمارات لا تقل عن 250 مليار دولار في الولايات المتحدة من جانب شركات تايوانية عاملة في قطاع أشباه المواصلات، نوع من الرقائق الإلكترونية لتطوير الإنتاج هناك. ويشمل الاتفاق استثمارات إضافية بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز منظومة إنتاج أشباه المواصلات في الولايات المتحدة، بما في ذلك سلاسل التوريد والمواد والمعدات ومراحل الإنتاج المساندة. ويأتي الاتفاق بعد شهر من المفاوضات. عاد 4 من رواد الفضاء بسلام إلى الأرض قبل بضعة أسابيع من موعد انتهاء مهمتهم في محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد أن تعرض أحدهم لحالة طبية خطيرة لم يكشف عنها. وهبطت كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس في المحيط الهادئ قبالة ولاية كاليفورنيا، مختتمة عملية هبوط استغرقت أكثر من 10 ساعات من محطة الفضاء الدولية وعودة إلى الأرض عبر الغلاف الجوي. وهذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها وكالة ناسا مهمة طاقم بمحطة الفضاء الدولية بسبب حالة صحية طارئة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء رويترز للأنباء. تذكير بالعناوين مرة أخرى. دعوة للتركيز على الزراعة المسقرة المربحة في إقليم عنسبة. منتدى حول برامج الضمان الاجتماعي في الإقليم الأوسط. تنظيم ورشة عمل حول استخدام الأراضي وإدارتها في مديرية حقات. موسكو تنظر دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس وتصعد لهجتها تجاه لندن. رئيسة وزراء إيطاليا تتلقى نظيرتها اليابانية في مستهل زيارتها إلى طوكيو. أمريكا تتوصل لاتفاق مع تايوان لتعزيز الاستثمارات. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.